بصوا يا جماعه، دي دنسايه دخلت على العربيه. دنسايه ما شاء الله. طلعها يا جماعه واوريها لكم، هطلعها واوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي مشتركي القناه ومشاهدي القناه، السلام عليكم ورحمه الله. بنرحب طبعا زي كل فيديو بالمشتركين الجدد اللي هلوا على القناه، وبنوعدهم ان شاء الله ان احنا هنقدم لهم كل معلومه تخص البحر وصيد السمك على وجه الخصوص. ده يا جماعه زي ما احنا شايفين، ده البرغوث اللي ان شاء الله هنرمي بيه في بعض واحده حيه. يعني دي كده اهي، دي حيه اهي، وحجمه حلو. يعني في عقله وفي عقله ونص زي ما احنا شايفين كده. ان شاء الله. دنيس اهو يا جماعه، ما شاء الله. واكل على الفردة اللي تحت، على السلاح 6 كفتة، شعر تحت ترميل 20، رصاصة حرة فوقيها سلاحين، على البوصة ال2 متر، وعلى المكنة ال5000 عليها شعر 35، ونازل الترميل زي ما احنا قلنا شعر 20، وتحت الرصاصة في مدور. يلا بينا نشوفوا اللي جاي ايه. ما شاء الله يا جماعة. هو برضو بس على الفردة اللي فوق الرصاصة. خليكم معايا ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوش اللايكات يا جماعة عشان الفيديو ينتشر لأكتر ناس زي ما احنا متعودين. وزي ما بنقول يا جماعة في كل فيديو، احنا طالما بنرمي في غرق قدام منك وبترمي على الحواجز، غرق منك 3 متر 4 متر، ولو في قشاية او في وعراية ارمي في الحروف. السمك ماسك الحروف. جرب الاول الحروف وبعد كده ارمي في الواسع لو السمكة مش ماسكة، وبعدين بطوح ايدي مش بشوح زي ما بنقوله في كل فيديو، بالطريقة دي. بمسك الشعر على ايدي، الرصاصة اول ما بتنزل على الارض الشعر بيقف، بقفل المكنة، بمسك على ايدي لغايه ما السمكه بتضربني. اهي ضربتني اهي، ما شاء الله. ما شاء الله يا جماعه. ما شاء الله. جوز. ما شاء الله يا جماعه. ادي واحده اهي، وادي التانيه تحت اهي. ما شاء الله. سمك يا جماعه. دينيس واكل على الفرده اللي تحت. خليكم معايا. ما شاء الله يا جماعه. دينيس متعه طبعا في البوصه، له دكه معينه كده في البوصه، طبعا الصيادين كلها بتحبها يعني. تعالوا نشوف هنعمل ايه. دي يا جماعه كبشه سمك دينيس زي ما احنا شايفين اهو. ان شاء الله استنوا الحصيله كلها اخر الفيديو ان شاء الله. متنسوش اللايكات يا جماعه عشان الفيديو يوصل لاكتر ناس زي ما احنا متعودين ان شاء الله. دينيس. جماعه دينيس قطع دلوقتي
فالبطاطا بكتره في الميه. انا المكنه الثلاث اسلحه اتقصوا، الاثنين اللي فوق واللي تحت. كده يبقى في قرات في الميه. فهنهدي اللعب شويه على الدنيس وهنشتغل على البطاطا. هنستهدف البطاطا بين الوعر كده في قرار حوالي متر ونص، مترين بالكتير قوي. ومعانا بنطه 3 متر، دي 3 متر، اول 3 عقل في البوصه بتسعه، نازل منها شعر 20 اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. يا جماعه هنستهدف بيها البوري ان شاء الله، بس احنا دلوقتي مستهدفين البطاطا. بنعمل يا جماعه 4 اسلحه. ده الربع او البالون اللي احنا كنا بنقوله عليه زمان بالون، ده الربع. 4 اسلحه. في في حد بيعمل، يعني في واحد، يعني زمان كانوا بيعملوا في واحد مروحه فوق هنا وثلاثه تحت. انا بفضل ان الاربعه يبقوا تحت بعض كده. هنحطوا العجينه هنا زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، وهنشوفه دلوقتي مع بعض، وهننزله على البطاطا. مستهدفين البطاطا. طب الربع ممكن يخش عليه ايه؟ ممكن يخش عليه بطاطا، ممكن يخش عليه صرب، ممكن يخش عليه بوري، ممكن يخش عليه اي سمكه انت مش متوقعها. ليه؟ معظم السمك بيخش وهو جعان بياكل عيش. تعالوا كده بقى بينا نشوف هنعمله ايه مع البطاطا بسرعه. تعالوا نرمي أول رمية على المباشر يا جماعة. زي ما احنا شايفين كده القرار زي ما احنا قلنا متر ونص، مترين تقريبا، وبنحاول نحضن جنب البلوك ده عشان غالبا بيبقى فيه بين البلوكات دي بيبقى فيه سمك غلطات، ممكن تخش عليك أي حاجة، بس احنا مستهدفين البطاطا. عشان المية خفيفة احنا عاملين شعر الترميل بتاع الأربع أسلحة بتوع الربع شعر 12. بدأت تاكل معايا اهي، ما شاء الله ما شاء الله. هي البطاطا اللي احنا مستهدفينها يا جماعة. زي ما احنا شايفين حجمها جميل، حجمها جميل. واطلع الربع والعجينة فوق الرصاصة زي ما احنا شايفين وشفناها في الفيديو اللي فات. نرموا تاني رمية كده مع بعض على المباشر بالربع يا جماعة. البطاطا لما بتيجي تضربك في ايدك في الربع بتبقى محتاجة تركيز جدا، لان هي بتشعر كده في ايدك، يعني غير البوري غير الشراغيش غير الصرب غير اي سمكة تانية اكلتها ضعيفة جدا، لازم تبقى مركز معاها قوي يعني. هو كل ده يخش على العجينة؟ اه طبعا، وما تستبعدش اي غلطة ممكن تخش عليك ان شاء الله، لان السمك ماسك الحروف. بطاطا يا جماعة دخلت خربشت لي في اللغلوب، فبحاول اجيبها لكم وهي طالعه من الميه متصلحه اهي، واحجامها حلوه يا جماعه جدا. هنشوف الحصيله في اخر الفيديو. متنسوش اللايكات يا جماعه. نرموا تالت رمية على المباشر كده مع بعض يا جماعه، وبحاول احضن جنب البلوك ده لان السمك بيبقى لازق في البلوكات دي. السلاح اللي انا بستعمله في الربع سلاح 3 كفتة واتنين كفتة شغال برضه. كل ما السلاح يبقى كبير يبقى احسن، والكفتة ممتاز في الموضوع ده. البطاطا موجودة في المية يا جماعة، موجودة بكترة يعني ما شاء الله. بصوا يا جماعة أنا عايز أوريكم حجم البطاطا، بس حجم مثالي يعني، حجم جميل جدا، ومعظمه نتايات داخلة تبخ. الربع يا جماعة بيعتمد اعتماد كلي على اللطش. ما شاء الله. ده بوري ده يا جماعه، ما شاء الله. يا جماعه دي نسايه. بصوا يا جماعه، دي نسايه دخلت على العجينه. نسايه ما شاء الله. طلعها يا جماعه ووريها لكم، او طلعها ووريها لكم. ما شاء الله يا جماعة. سمكة تفرح، ملكة، معدية كيلو، كيلو وربع، يعني معدية كيلو، كيلو وربع. بص الربع عامل فيها ايه يا جماعة؟ سلاح تحت بقها زي ما احنا شايفين، 3 أسلحة راشقين فوق مكتفها. يعني ما تستبعدش ان الربع زي ما احنا قلنا يغلط عليك اي سمك، اي نوع سمك. ما شاء الله. ان شاء الله هنديكوا وصف تفصيلي للربع ان شاء الله. اي استفسار احنا مع بعض يا جماعة.
طريقة الربع يا جماعة هنشرحها بالتفصيل بس لما ننزلوا على البوري. ما تنسوش زي ما متعودين في كل فيديو، الحصيلة هنشوفها في آخر الفيديو إن شاء الله. ما تنسوش اللايكات عشان الفيديو ينتشر لأكتر ناس. الناس اللي بتحب القناة وبتشجع القناة ما تبخلش على القناة بتاتش على اللايك عشان الفيديو ينتشر لأكتر ناس. بسم الله ما شاء الله، اللهم لك الحمد. زي ما احنا متعودين في نهاية كل فيديو بنشوف الحصيلة. دي كانت الحصيلة النهاردة يا جماعة. الدنيسية دي ملكة يا جماعة، معدية الكيلو وربع مرتاح. الدنيس حتى اللي في الحصيلة مش باين جنبها. البطاطا كانت أحجامها حلوة. الدنسية دي لما لقيت الربع متمكن منها يا جماعة أنا رفعتها، بس ما كانش في نصيب أصور اللقطة دي. الحمد لله لقيت الربع متمكن منها فرفعتها بالبنطة ال3 متر اللي معايا. ما تنساش تنزل في صندوق الوصف عشان تلاقي إجابة لأي سؤال أو أي استفسار أنت عايز تسأله. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله الفيديو اللي جاي يكون أفضل من ده. السلام عليكم ورحمة الله.